السلام عليكم. بعد القرار الأممي الأخير الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأكثر واقعية للصحراء، بدأت تحركات دبلوماسية ساخنة في المنطقة. في هذا الفيديو سنكشف كيف تتحرك الجزائر، جنوب إفريقيا، تونس وجبهة البوليساريو بعد هذا التطور التاريخي. أول رد قوي جاء من الجزائر. السلطات اعتبرت أن القرار يميل بشكل واضح لصالح المغرب، وسارعت إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية. الجزائر الآن تضغط داخل الاتحاد الإفريقي وتنسق مع حلفائها لتمرير خطاب جديد يعتمد على حق تقرير المصير، وتحاول خلق جبهة سياسية تعاكس التوجه الأممي الجديد. كما بدأت وسائل الإعلام الجزائرية حملة قوية لإعادة رسم صورة النزاع في محاولة لإضعاف المكاسب المغربية. جنوب أفريقيا التي تعتبر أكبر داعم للبوليساريو في القارة عبرت بدورها عن استياء كبير من القرار، وتتحرك الآن مع الجزائر على مستوى الأمم المتحدة وبشكل خاص داخل لجان حقوق الإنسان لإعادة إحياء الرواية التقليدية للنزاع. الربط بين الجزائر وجنوب إفريقيا سيشكل خلال الأسابيع المقبلة الكتلة المعارضة الرئيسية للقرار الأممي الجديد. أما تونس فاختارت الصمت الرسمي تقريباً، لا بيان قوي ولا خطاب مباشر. لكن خلف الكواليس هناك نقاش سياسي حول كيفية التعامل مع هذا التحول، خصوصاً مع العلاقة المعقدة مع الجزائر من جهة ومع المغرب من جهة أخرى. تونس قد تتجه للموقف الحيادي لتجنب التصعيد، لكن أي خطوة صغيرة من مسؤوليها قد تعيد التوتر الدبلوماسي مع الرباط. على مستوى البوليساريو، القرار الأممي كان صدمة قوية. القيادة اعتبرت أن النص يشرعن عملياً مبادرة الحكم الذاتي، وأعلنت مباشرة أنها ستواصل ما تسميه الكفاح السياسي والعسكري. الجبهة الآن تحاول الحصول على بيانات دعم جديدة من دول إفريقية، الضغط عبر المنظمات الحقوقية، وإعادة تنشيط خطابها الإعلامي لاسترجاع التعاطف الدولي. إذن المشهد بعد القرار الأممي تغير بالكامل. المغرب يحقق تقدماً دبلوماسياً واضحاً، بينما الجزائر وجنوب إفريقيا تتحركان لفرملة هذا المسار، وتونس تراقب بحذر، والبوليساريو دخلت مرحلة إعادة التموضع. الأكيد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم المستقبل المنطقة. لا تنسوا الاشتراك ودعم الفيديو. نلتقي في حلقة جديدة.